مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى أبيك المظلوم المغبون الشهيد أمير المؤمنين. لعن الله الظالمين لكم والمؤسسين أساس الجور عليكم ومن شايعهم وتابعهم ووالاهم من الأولين والآخرين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين إلى يوم الدين. إلى يوم عددت الفضل عدا ورمت العلا دنيا ودينا ورمت العدل والإنصاف حكما ليرضى عنك رب العالمين. فلا تنسى الذي لولاه حقا لما صرنا بحق مسلمين. ولا كان الهدى معنى صحيحا ولا كان الهدى معنى صحيحا ولا إسلامنا حصنا حصينا ولا ثبتت قوائم بأرض ولا قرآننا حبلا متينا ولم نعرف حلالا من حرام وضيعنا سبيل المرسلين. ففي ذكراه يهبط كل عالم ويصبح سافلا في الأسفلين. دعاه المصطفى للناس مولا وجبريل أمير المؤمنين. فأنا مثله في الأولين وأنا مثله في الآخرين. أفي شهر الصيام فجعتمونا أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. هدم مصابك يا الولي للدين. هدم وبراس النبي المختار. هدم على مصابك طول الدهر. هدام وما ننساك حماي الحمية. والله وما ننساك حماي الحمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عظم الله أجورنا وأجوركم مجددا إخواني الموالين المحبين بهذا المصاب الجلل.
نريد أن نقف على مقطع من أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان استقبالا لشهر رمضان. فماذا قال؟ الخطبة مدونة ومعلومة وفيها إشارة مهمة جدا تلخص التكليف الشرعي للإنسان المسلم في كل زمان ومكان. طبعا رسول الله ذكر فيما ذكر من فضائل شهر رمضان ومنزلته بين الشهور، وكلكم سمعتم بمقاطع هذه الخطبة أنه أفضل الشهور، وأن أيامه أفضل الأيام، وأن لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، والعمل فيه مضاعف. العمل الصالح في هذا الشهر إذا كان عمل صالح في غيره من الشهور له أجر، فيكون على هذا العمل الصالح في شهر رمضان أجر مضاعف. حتى عمل الصلاة، قراءة القرآن، كل ما يصدر من الإنسان من عمل الخير الله سبحانه وتعالى يحفظه للإنسان ويعده من الذخيرة له يوم القيامة. طبعا هذا التشويق في أول الشهر وأول رمضان وأول صيام للمسلمين جعل المسلمين يتطلعون ويتشوقون لقدوم هذا الشهر حتى يفوزوا بكرامة القبول عند الله من الأعمال الصالحة. بينما كان رسول الله مستغرقا في الحديث عن فضائل هذا الشهر والمسلمون يستمعون بشوق وتركيز، فجأة توقف الرسول ونظر إلى أمير المؤمنين فبكى. هذا الجزء الأول من الخطبة انتهى. الجزء الثاني أين يتوجه؟ يتوجه إلى أمير المؤمنين. استمع ماذا قال رسول الله بعد أن سألوه يا رسول الله علام البكاء؟ لماذا بكيت وأنت تنظر إلى علي بن أبي طالب؟ قال أبكي لما يستحل من هذا في هذا الشهر حين ينبعث أشقى الأشقياء فيخضب شيبته بدم هامته، أما أنه مني وأنا منه. لاحظ التعبير في الخطبة: من قتله فقد قتلني، من شتمه ومن سبه فقد سبني، من أعرض عنه فقد أعرض عني، إلى آخر ما ذكر: من أراد حياتي ومماتي ويدخل الجنة بشفاعتي فليوالي هذا، فليتبع هذا. لو سلك الناس واديا كل الناس واديا، وسلك هذا وحده واديا فاسلكوا سبيله. هذه المعاني بالبلاغة يطلق عليها تعرير. من البلاغة عندنا تصريح وتعرير. التصريح يتكلم بالاسم وبالصراحة، لكن التعرير أن هناك سيجري ما يجري من الاختلاف والفتن والناس تهجر هذا، وما ذكر لهم أنتم سوف تفعلون ذلك، لكن هذا الكلام يكفي
إلقاء الحجة عليهم، على هؤلاء المسلمين. من أجل هذا انقسم الإسلام إلى قسمين. في المقطع الأول أو المقاطع الأولى من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله ينصب حول التكليف الظاهر التنزيلي، يعني ينصب حول التنزيل، صلون تصومون لكم أجر وثواب، لكن هذا كله مشروط بمعرفة حق هذا. صار الوجه الآخر للدين وللإسلام الوجه الباطن، وهو الذي يعول عليه، وهو الغاية، وهو الأنفس والأغلى والأهم في كل شيء. له ظاهر وباطن، الباطن دائما هو يكون هو المقصود، يعني لأن الوجود كل الوجود كل الأشياء خلقت على هذا النظام، أنه يكون له ظاهر وباطن. فعليكم بهذا الباطن، وهذا طبعا يقودنا إلى التأمل في حقيقة يعني متفق عليه، ولادة أمير المؤمنين بالكعبة. العالم تتوجه إلى الكعبة، وهذا شيء مطلوب لا ينكر يعني، لكن تتوجه إلى الكعبة بالمعنى الظاهر. أما المعنى الباطن الحقيقي، وهذه إشارة ورسالة من السماء إلى المسلمين على أنه قبلتكم. ولذلك ورد في بعض الزيارات عن أمير المؤمنين: السلام عليك يا قبلة الموحدين، السلام عليك يا كعبة العارفين. شيء جميل على الفطرة. أشوف بعض المصلين بإيران، مو هنا، شفت هذا الشيء بإيران، يعني إذا انتهى وفرغ من صلاته توجه إلى كربلاء. كل المساجد تقريبا أدخلها بها صلاة جماعة، بعد ما يفرغون من صلاة الجماعة يتوجه بزيارة قصيرة، يعني وقابة سطرين ثلاثة، يزورون الإمام. هو هذا التكليف الصحيح المأمورين به نحن. يعني أنا أديت تكليف الظاهر، لكن هذا كله ترى مشروط بتكليف الباطن، هو ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا ورد: اللهم أحيني محيا محمد وآل محمد، وأمتني ممات محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أمر الناس أن يحجوا ويعتمروا ويطوفوا ويسعوا ويعملوا أعمال الحج، حتى إذا فرغوا منها عرجوا علينا فعرضوا أعمالهم، إن قبلناها قبلت، لم نقبلها لم تقبل. طبعا الذي يأتي يزور أهل البيت في أيام حياتهم والآن، سبحان الله، ترى قضية تكليف وحجة من الله، بقيت قبورهم حجة. فالذي يأتي بعد أن يفرغ من أعمال الحج يأتي إلى زيارة أصحاب أئمة البقيع. منذ أيام الإمام الصادق في حياته كان الشيعة يأتون إليه، فكان يرحب بهم ويفرح بمجيئهم، لأن يقول: هو هذا الحج، أنكم تعملون الأعمال الظاهرة حتى إذا فرغتم منها جئتم علينا فنسجل لكم قبول. يكفي أنك تأتي إليهم تقصدهم. لكن بالله عليك، هذه العبادة هينة؟ هذا الوقفة على قبورهم وزيارتهم هينة اليوم؟ مرت سنين كان الموالي يدفع الثمن غاليا، وإلى اليوم، غير القطيعة والعنت والأذية، وما يسهلون أمر الزوار ولا يبينون لهم مكان حتى هذه القبور.
إنما يريدون أن يمنعوا إلى اليوم. إذن هذا الشرط العزيز يتحقق به الإسلام المحمدي الأصيل كما يصطلح عليه هذه الأيام. يعني الإسلام كما نزل على رسول الله وأراده الله سبحانه وتعالى ورسوله. من أجل ذلك صار التوفيق لإحياء ليلة القدر مشروطا بمعرفة حق أمير المؤمنين ومعرفة حق أبنائه المعصومين، طبعا واحدا بعد واحد كل في زمانه. فلذلك الإنسان المؤمن عندما يأتي لكي يطلب الكرامة في هذه الليالي، ونحن في أيام وفي ليالي القدر، صار واضح لديك أيها الموالي أنت المعتقد بالولاية والمتمسك بحبلها المتين وقلبك عامر بحب الحسين وزيارة الحسين، صار واضح لديك مولانا كيف أن العبادة الظاهرة التنزيلية مشروطة بحق أمير المؤمنين. وأيضا هذا يفسر لماذا جعل الأئمة المعصومين بعض الأئمة المعصومين بالروايات أول ليالي القدر ليلة 19 من هذا الشهر. كل واحد طبعا يسأل لماذا الليلة 19 مع أنها لم تكن من الليالي العشر الأواخر في الحديث الشريف، وطبعا هي ليست ليلة القدر ولكن هي تمهيد لليلة القدر، فيكون ليلة 21 وليلة 23 المؤكد عليها عند الإمام الصادق سلام الله عليه. لكن ليلة 19 تحقق فيها شرط من شروط ليلة القدر وما يتجلى فيها للعابد المحيي لهذه الليلة. لو نرجع إلى السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. فكانت ليلة 19 من هذا الشهر فيها ما فيها من نزول الملائكة. كيف هي هذه الأيام هذه كلها نزول الملائكة جاءت من أجل أن تعيش المأساة والحزن بفقد أمير المؤمنين وهو يرحل عن هذه الدنيا. لا ننسى أن أول ضربة الإمام سمع هتاف بين السماء والأرض، وهذا قريب وصل إلى كل المسامع. والهتاف هذا اليوم تهدمت والله أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى، قيل هذا نداء جبرائيل، يعني جبرائيل إذا تنزل معه طوائف من الملائكة. إذا تحقق هذا المعنى على أن الملائكة التي نزلت في هذه الليلة كتمهيد يعني. ثم بعد ذلك الذي يدل على أن الملائكة نزلت في مصاب أمير المؤمنين لتواسي أهل بيت الرسول، لتواسي الرسول ولتواسي جميع الأنبياء والمرسلين وتواسي المؤمنين المحبين المخلصين في كل مكان، على أنها جاءت تعيش أجواء الحزن الذي تعيشه والذي يعيشه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد للتأكيد على هذا المعنى
هو عندما وهو الإمام سلام الله عليه هذه الأيام طريح الفراش ويزوره من يزور. الحوار الذي جرى بين أحد أصحاب الإمام الأصبغ بن نباتة عندما دخل عليه ليعوده ورآه في حالة يرثى له، فكان يريد أن يهون المصاب هذا يعني الموالي الناصر من أصحاب أمير المؤمنين، فقال له لا ليس بشيء يا أمير المؤمنين. قال لا، إني مفارقكم، ولو رأيت ما رأيت لما جزعت ولما بكيت. قال وماذا ترى؟ لاحظ هذا المعنى الذي يريد أن نؤكد عليه ونذكر به. قال إني أرى الآن رسول الله مع كتيبة من الأنبياء والمرسلين في جانب، هذه اليمين أو الشمال، وجبرائيل في أفواج من الملائكة المتقاطرة بين السماء والأرض، كلها جاءت لاستقبال روح إمامك لتزفه إلى الجنة والنعيم الخالد. أنا أستفيد من هذا على أن الملائكة نزلت تحقيقا، وهذا أهم شرط من شروط ليلة القدر، هو أن تتجلى الملائكة في هذه الليلة. يعني الذي يوفق لإحياء ليلة القدر من علامات توفيقه تتجلى له الملائكة، يعني يرى الملائكة. طبعا نرجو ونسعى وكلنا يعني شوق وأمل في أننا نصل إلى هذه الحال. هي جائزة، لكن طبعا الوصول إليها ليس بالأمر الهين، ومشروطة، وهذا الشرط متحقق في هذه الليالي، ليلة 19، ليلة 21. بعد أضيف لك يعني دليل ثالث، أنا ما أريد أطيل عليك. عند تشييع جنازة الإمام وحمل جنازته، ماذا قال الإمام لولديه الحسن والحسين؟ قال لهم عليكم بمؤخرة الجنازة. فيسألونه لماذا؟ قال لأن الملائكة تكفيكم المقدمة. طبعا مو 2 و3 و4، ملائكة جاءت من أجل، يعني إذا يموت إنسان مؤمن وله حق عليك، أنت تذهب إلى المشاركة بتشييع أم لا؟ إذا له حق عليك وأنت ما يوجد مانع يعني لأنك تشارك في تشييع، مقرب أو صديق مقرب يعني. فما بالك بأمير المؤمنين مولى الموحدين؟ كل ملائكة السماء والأنبياء شاركت في تشييع جثمانه سلام الله عليه. هل يوجد معنى يصدق ما ورد في سورة القدر أقوى من هذا المعنى على أن الملائكة تتنزل؟ وهم من أجل ذلك مولانا أصبح الإمام المعصوم تتنزل عليه الملائكة حتى في غير هذه الأيام، بدليل ما ورد في بعض الزيارات للإمام الحجة لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد وآل. بقية أهل الذكر ونواميس العصر المتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. الإمام المعصوم تتنزل عليه الملائكة في كل حين، ولو شاء لكشف له، لأن الرسول صلى الله عليه وآله
كان يرى الملائكة ينزل عليه جبرائيل ويحاوره، وصلى بالملائكة في قضية الإسراء والمعراج. هذا المعنى، كما أنه يجوز للرسول فهو يجوز لأهل بيته إلى آخره. إذا صار المعنى واضح، والقضية الخلافية أصبحت محسومة بيننا وبين من لا يرى رأينا ولا يعتقد عقيدتنا في ليالي القدر. آجركم الله يا مؤمنون، يا موالون، يا مفجوعون بهذا المصاب. نحن في هذه الليلة الثانية من هذا المصاب، هذا الحوار بين زينب وأبيها سلام الله عليهم أجمعين. وقد رأت أباها طريح الفراش، أخذت تبكي وتولول، لكن أمير المؤمنين أخذ يواسيها ويذكرها: لا بأس على أبيك، ولكن البأس عليك إذ تمشين في هذا المصر أسيرة وحيدة تتخطفك الأنظار، لا ناصر لكم ولا معين. أخذ يذكرها بما سيجري عليهم في هذا المصر، يعني في هذه البلدة في الكوفة من المصائب. بكت زينب وصاحت: يا حمانة يا سورنا العالي وذرانا، اجا العيد ريته ما اجانا، ولا بين هلاله بسمانه، اي والله واحنا بماتمنا وعزانا. ثم سمعت خوات زينب وأهل بيت الإمام والنساء، فأخذنا بالصراخ والعويل تفجعا بمصاب أمير المؤمنين. ولا جن بناتك يا الولي، ظل أنس ما يبكي، ولا جان ريت أيام تجي بالعيد. لا جن وانت بعيد يا ابويا علي، اي والله وانت بعيد يا ابويا يا علي. بيت الدعاء. وصاب شلون اللي رسول الله، وصاب سل سيف المراد عليه، وصاب عليه الدمع سيله، وصب مثل ما ساح دم على المطية. اي والله مثل ما ساح دم عليه يا المطية. ما قتلوه شخصا، إنما قتلوه شخصا، إنما قتلوه بشخص شرعة الإسلام. يا الله ماجورين. هاي اللحظات إن شاء الله تفتح فيها أبواب السماء. نحن في هذه الليلة الثانية من هذا المصاب الجلل، فنتوجه بالدعاء يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب أما يجيبون ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، نسألك وندعوك ونتوسل إليك
بصاحب هذا المصاب الجلل أمير المؤمنين ومولى الموحدين أن تنظر إلينا نظرة رؤوفة رحيمة هذه الليلة، تكشف بها ضرنا وتيسر عسرنا وتغير سوء حالنا هذا إلى أحسن حال عندك. اللهم الطالب حاجة من أهل هذا الجمع عجل له بقضائها، المريض اللهم عجل له بالشفاء ومن أوصانا له بالشفاء، ذو العسر يسر عسره، المكروب نفس كربه، الغريب رده إلى أهله وأوطانه سالما غانما، المهموم اكشف همه وغمه. من كان له ميت من أهل هذا الجمع اللهم ارحمه برحمتك وأدخل عليه السرور في هذه الليلة بمصاب أمير المؤمنين. اللهم وعجل لوليك وبقيتك المضطر في أرضك الفرج وأنجز له وبه الوعد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عجل له ظهوره وأتمم لنا نوره واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والسعداء من أهل زمانه. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. هدية واصلة ورحمة نازلة وتحفة شاملة نهديها إلى أرواح أموات أهل هذا الجمع وخاصة المؤسسين لهذا المأتم الشريف، كل من لهم حق علينا من أهل هذا البيت وأموات الحاضرين المشاركين في هذا المأتم، أرواح الشهداء السعداء في أعلى عليين. رحم الله من أهدى إلى الجميع ثواب فاتحة مع الصلوات 3 مرات بأحسن الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.